ليلة العالم الكروي كان على موعد مع أكبر حدث في السنة، حفل الكرة الذهبية 2025، بداية مع جائزة أفضل لاعب شاب والتي حصل عليها لامين يامال، كتابة التاريخ بحصوله عليها للمرة الثانية على التوالي، مؤكدا أنه مستقبل كرة القدم. جائزة أفضل حارس مرمى فقد عادت إلى إيطالي العملاق دوناروما بعد موسم مذهل مع باريس سان جيرمان. لقب أفضل مدرب استحقه الإسباني لويس إنريكي الذي قاد باريس سان جيرمان لموسم استثنائي محليا وأوروبيا أيضا. جائزة الهداف كانت من نصيب النجم السويدي فيكتور جيكيريتش لاعب سبورتينغ لشبونة سابقا وأرسنال حاليا، بعد موسم ناري وأهداف غزيرة جعلته يتربع على عرش الهدافين. فريق باريس سان جيرمان هو أفضل فريق في هذا الموسم. وأخيرا الجائزة الأغلى كرة الذهبية ذهبت للنجم الفرنسي عثمان ديمبيلي بعد موسم لا ينسى مع باريس سان جيرمان ليصعد رسميا إلى قمة المجد الكروي. حفل أسطوري وأسماء ستظل خالدة في ذاكرة كرة القدم. ما رأيكم في التعاليق؟